تخيل معايا كده مجرد طفلة كيوتة بريئة ملهاش في اي حاجة ابدا، عايزة تعيش حياتها زي باقي اصحابها وخلاص، ولكن المفاجأة بقى ان هي مولودة بقدرات سحرية غير عادية، وبسبب ده كل بيتخلى عنك واهلك بيرموك بره، واللي ما بتيأس بتقرر ان انت تبيع نفسك في المزاد. بيكون همك الاول والاخير ان انت تمشي بس من المكان اللي الناس كلها بتكرهك فيه. بس المصيبة الكبيرة بقى ان اللي هيشتريك اعظم ساحر في الوجود كله، كائن عملاق بالرأس مشوهة. لحظة دخوله في اي مكان الناس كلها بتترعب حرفيا، ولكن بالرغم من كده انت بتوافق لانك فاقد الشغف تماما. بتكون فاكر ان هي دي النهاية، ولكن لا والله، دي مجرد بداية لحياة افضل بكتير من اللي كنت عايشها. احداث اسطورية مشوقة، ولكن في البداية قبل ما نبدأ يا صديقي حابب ارحب بجيش سوبر بريستيج كله، وحابب اقول لكم ان انتم منورين الدنيا اساطير، وجيش سوبر بريستيج فوق فوق فوق. وعلشان ما اطولش عليك اكتر من كده يلا بينا نشوف ايه الحكاية. بتبتدي الحكاية من لحظة ما قررت تشيسي ان هي تمضي عقد تبع منظمة بتبيع المخلوقات النادرة الوجود في العالم، وبتكون بتتعرض في مزاد مغلق، والكل بيكون بيتنافس على امتلاكها باعلى الاسعار، لحد ما بيدخل شخص عملاق الجسم ومغطي وشه وليه قرون كبيرة. الكل وقتها بيستغرب من وجوده في المكان ده لانه ما بيظهرش ابدا بين الناس، وبيقرر وقتها ان هو يشتري تشيسي ب5 ملايين. وبالرغم ان تشيسي كانت خايفة مرعوبة جدا وقتها، ولكنها فاقدة الشغف تماما لان ما عندهاش اي شيء تخسره. كل اللي هي بتتمناه بس دلوقتي بيت تقدر تعيش فيه بسلام وخلاص. وبنعرف يا صديقي من صاحب المزاد ان الياس اللي ظهر ده كائن نادر والاخير من نوعه، ومش اي زبون عادي كده وخلاص. وبعدها بتمشي تشيسي معاه، والكل بيتحسر ان هو قدر ياخدها منهم. واول لما بتوصل تشيسي للبيت بيعرفها الياس ان هي محظوظه قوي لانها موجوده معاه هنا. بس البنت وقتها بتصرخ بغضب وبتعرفه ان هي عمرها ما عرفت الحظ الجيد في حياتها كلها، وان هي كانت عباره عن مصيبه لكل اللي حواليها. وبيمسك ايدها وقتها الياس وبيشوف ذكرياتها وهي صغيره لما كانت وقتها مع اهلها، وكانوا بيفكروا ان هم يتخلصوا منها لانها مش طبيعيه ابدا. وبتشوف وبتسمع حاجات محدش يقدر ان هو يشوفها غيرها، وكانوا بيخافوا منها قوي. بس الياس برضه بالرغم من اللي هو شافه فهمها ان هي ما تقلقش ابدا، ومن اللحظه دي هتشوف يعني ايه حظ حلوه. وبعد كده بيضمها ليه وبيخليها تغمض عينيها، وبينسخ حواليهم نبات شوكي سحري في المكان. البنت اول لما بتفتح عينها بتلاقي نفسها موجوده في مكان غريب وجميل قوي، ما بتكونش مصدقه ان هي هنا. الياس بيبلغها ان ده بيتها الجديد، وبالفعل لازم تصدق نفسها، وان هي دلوقتي في منطقه ريفيه في انجلترا بالتحديد. وبيفك بعد كده قيودها بلمسه منه، وبيعرفها ان هي تلمسته من دلوقتي، وبتفهم ان هو ساحر بعدها. بس الياس بيطمنها وقتها وبيقول لها ان هو من سلاله قديمه من الكائنات، ويمكن تكون الاخيره من نوعها كمان. وبيبدا الياس بعد كده ان هو يهتم بيها وبياخدها علشان ينظفها ويخليها جاهزه. ومره واحده وفجاه بتدخل من الشباك جنيات حسوا بوجود كائن غريب جدا في البيت بتاع الساحر، ولكنهم اول لما بيدخلوا بيعرفوا ان هي تلمسته الجديده، وبيفهموا ان هي اغلى من اي شيء موجود في العالم، وان هي من اليوم حبيبته وصاحبته ومفيش اي حد يقدر ان هو يقرب منها. وفي وقت الاكل يا صديقي بيبدا الياس ان هو يعرفها كل اللي هي محتاجه تعرفه، وبيعرفها ان هو ساحر بالفعل زي ما هي توقعت، وان سلاله السيلي هي سلاله ملك النحل، ودي اللي يعتبر بينجذب لها كل شيء زي الالغاز والجنيات. ولكن يا تشيس انت نوع افضل منهم بكتير، انت تقدر ان انت تشوفيهم كمان، وده يعتبر حاجه غريبه. وجود الاشياء ده حواليك اصلا هي السبب لجلب المصايب ليكي بين البشر، بس وجودهم كمان حظ ليكي علشان تكون عارفه يا تشيسي، لانك هتحتاجيهم بعد كده في السحر، وهتبقي بيهم ساحره رائعه. وبيطمنها كمان وبيقول لها ما تقلقيش، انا عمري في حياتي ما افكر ان انا استغلك وخلاص. البنت تشيسي وقتها بتساله يا ترى ليه الحق ان انا ارفض ان انت تحولني لساحره ولا لا. الياس بيضحك في هذه اللحظه وبيعرفها ان هي حره طبعا في اختياراتها، وان هي من اليوم فرد من العائله الجديده. وبيديها بعد كده عقد يكون في حجز الافعى علشان تحميها من اي شر يقابلها، وبعدها بيسمح لها ان هي تروح تنام علشان ترتاح. ودي بتعتبر المره الاولى اللي بتحس فيها تشيسي بدفء العيله وبالحنان كمان. بس في الليل بتصحاها واحده من الجنيات وبتطلب منها ان هي تيجي معاها للغابه لانها مكان جميل وهيعجبها. البنت بتنسجم بالفعل وبتخرج معاها، واول لما بتخرج بتشوف الياس واقف هناك وبيقول لها ان ده اول درس ليها علشان تتعلم الصح والخطأ. والغابة وقتها بتكون جميلة وبتلمع من الجنيات، وسحرها بيجذب تشيسي اكتر واكتر. وبتمشي بعد كده كتير جوه الغابة، بس الجنية بتفاجئها ان هي مش هترجعها للساحر مرة تانية، لانها وعدت العشيرة بتاعتها ان هي هتعيش معاها في مملكة الجنيات، وان هو عالم هتحبه قوي. ولكن تشيسي بترفض وقتها وبتحاول ان هي ترجع، بتقول لها انت اخدان على فين يا بنت المجنونة. ولكن الجنيات بتقدر بسحرها ان هي تأثر عليها، وبيقول لها ان هي
ملاش اي حد ومن الافضل ان هي تفضل معاهم. وبالفعل البنت المسكينه بتقع تحت سحرهم، ولكنها بتجرح نفسها علشان تفوق من الغيبوبه اللي هي فيها، وبتعرف الجنيه ان هي لازم ترجع دلوقتي لان الياس هو الوحيد اللي في العالم طلب منها ان هي تفضل معاه، وحتى لو هيجي يوم يتخلى عنها يكفيها ان هي يعتبرها واحده من العائله بتاعته. وفي هذه الاثناء يا صديقي بيجي الياس من وراها وبيعرفها ان هو سمع كل حاجه وان هو فرحان لانها عرفت المكان اللي هي بتنتمي ليه. الجنيه وقتها بتغضب جدا وبتبقى مش عارفه هو ازاي اصلا عارف مكانهم، ولكنه بيعرفهم ان السبب في ان هو يعرف مكانهم هو حجر الافعى، وبيحذر وقتها الجنيات ان هي تقرب من التلميذه بتاعته واللي هو بيحبها تشيسي. وقتها الجنيات بيعرفوا تشيسي ان المكان مفتوح ليها لو غيرت رايها وان هي تفكر تاني، وساعتها بيحضنها الياس وبيعرفها ان هو كان درس ليها علشان ما تصدقش الكلمات الحلوه اللي بتتقال لها، وان كمان الايام بتبين المعدن الحقيقي للمخلوقات. وبيشيلها للبيت بعد كده وبيعرفها ان هي دلوقتي تلميذته ولكن في المستقبل هتكون زوجته. بس وفجأة يا صديقي بعدها بتصحى تشيسي من الحلم المزعج بتاعها ده اللي كانت بتفتكر فيه ان هي اتفقت مع صاحب المنظمه على بيعها لكونها مش بشريه عاديه. واول لما بتصحى بتلاقي الخدامه واقفه قدامها مجهزه لها الهدوم بتاعتها علشان تاخدها للسيد الياس علشان يفطروا. وبعدها بتسال الياس عن البنت السليكي اللي واقفه قدامها وبيعرفها ان هي مسؤوله البيت وان هي جنيه طيبه جدا. وبيعرفها كمان الياس ان هي كانت نايمه بقالها يومين وده من اثر الاضطراب العاطفي اللي عندها وخوفها من المستقبل، وكمان من ذكريات الماضي الأليمة اللي مش راضية ان هي تسيبها ابدا. وفي نفس الوقت بتشوف تشيسي سحر الياس وهو بيبعت رسالة لواحد من قرايبه، وبتفتكر ازاي هتكون زوجة ليه وهو غريب الشكل والنوع عنها كمان. ولكن الياس بيكون واخد الامر بجدية وبيفاجئها وبيسألها ازاي تحب تقضي شهر العسل بتاعها، وفعلا بعد كده بياخدها علشان تتعرف على قرايبه وتشتري اللي هي محتاجاه كمان كله. البنت وقتها بتكون عمالة بتبص لإلياس وبتفكر ان راسه جمجمة ومنها ما بتعرفش تعابير وشه سواء سعيد او حزين، ولكنها بتتفاجئ بقى ان هو بيستخدم سحره لما بيكون مع البشر وبيتحول شكله لبشر عادي. وبيسألها وقتها اذا كان كده شكله حلو ولا لا، ولكنها بتتصدم بانها شايفاه وش مزيف. وبعد كده بيروحوا يقابلوا قريبتهم انجي اللي بيعرفها على تشيسي وبيقول لها ان هي تلميذته الجديده، وبيطلب منها وقتها ان هي توفر لها كل الحاجات اللي هي محتاجاها وطلباتها تكون اوامر بالمره. وساعتها البنت انجي سالتها اذا كانت شايفاه غريب من تصرفاته ولا لا. تشيسي ردت عليها وعرفتها ان هي مش بتهتم ابدا بعاداته ولا اي حاجه وبيعملها كفايه ان هو بيحبها وحماها بنفسه واعتبرها واحده من العائله بتاعته وكمان طلب منها الجواز. وقتها البنت انجي بنت المجنونه ضربت الياس وطردته علشان تريحها منه، وبتعرفها كمان وقتها ان هي ساحره حرف وادوات وقرب نوعها ان هو ينقرض. تشيسي وقتها بتكون شايفه كل المخلوقات السحريه اللي موجوده في المكان، ولكن اللي بيفاجئها اكتر واكتر ان البنت اليسا بنت انجي، واللي بتكون غضبانه جدا وقتها من عدم تشجيع امها للسحر الخطير بتاعها. وبتشرح بعدها انجي لتشيسي ان هي بتفضل ان بنتها ما تبقاش ساحره اصلا والافضل ليها ان هي تبقى شخص عادي لانها جربت مهمه الساحره وبتكون خطيره جدا كمان، وده يعتبر لان العالم بتاعهم بقى مليان بالمشعوذين ودول مختلفين تماما عن السحره وعندهم علم روحي كويس قوي بيقدروا ان هم يتلاعبوا بيه في الواقع ويسخروا لاهدافهم. اما السحره فهم اللي بيعملوا المعجزات وما عندهمش القدره على التلاعب بالواقع تماما. وانا بفهمك كل اللي انا بقوله لك ده لان مهمتك اصعب بكتير من وجود كائنات بتحبك وتابعه ليكي، وده يعتبر وقتها قيد استخدامك للسحر اصلا علشان ما تسببيش اذى ليهم. وعايز اقول لك ان الاصابه اللي في ايدي دي كانت اصابه خطيره وانا بمارس السحر، وعلشان كده انا بطلب منك ان انت تكوني حذره كويس قوي وتدرسي كمان كل دروسك باهميه. تشيسي بعد كده بيكون عندها حب الاستطلاع وبتسالها لو تقدر تجرب السحر بتاعها، وفعلا ساعتها انجي ما بتكدبش خبر وبتستدعي غوغو روح الماء كائن اليف علشان يساعد تشيسي ان هي تجرب السحر بتاعها. وبعد كده بتديها بلوره علشان تحولها بخيالها للزهور اللي هي بتحبها، ووقتها بيظهر سحر عظيم من تشيسي وبتنتقل جوه ذكرياتها مع امها. وساعتها كانت بيبي صغيره وكانوا في حديقه مليانه بالزهور الجميله. وبعد كده يا صديقي في نفس الوقت بيجي جري الياس وبيخبي عيون تشيسي وبيزعق على انجي وبيفهمها ان هي اللي عملته ده خطر جدا وغباء وما تتدخلش في تدريب تلميذته بعد كده. وبعد كده تشيسي بتفتح البلوره على بقيه شكل الجنينه اللي في ذكرياتها وهي كانت واقفه وسطها. انجي وقتها بتكون مستغربه وبتسال الياس عن طبيعه البنت تشيسي لان السحر اللي هي استخدمته بيكون عظيم ومحدش يقدر ان هو يعمله ابدا. فبيعرف الياس وقتها انجي ان هي سيلي بيغي وان هي نوع نادر جدا، وكمان هو كان مخبي السر ده عن الناس كلها ومش عايز حد يعرف بيها وبيطمنها ان هو هياخد باله كويس قوي منها. انجي وقتها بتتفاجئ وبتغضب جدا من غوغو ان هو ما عرفش حقيقه تشيسي اول لما ظهر قدامها، بس بيقاطعها الياس وبيعرفها ان هو عامل كده لانها مميزه عن كل الجنيات اللي عنده.
وبالفعل وقتها بتعتذر لها البنت تشيسي عن الفوضى اللي حصلت هنا، فانجي بتقول لها لا يا حبيبتي ولا يهمك انا سامحتك، وبتعرفها ان الغلط على الياس اللي ما فهماش من الاول حقيقه الموضوع بتاعها. وساعتها انجي بتقدم لها هديه مصنوعه من السحر الخالص، وبيكون خنجر والحزام بتاعه وعدسه سحريه كمان. وبعدها بتقضي تشيسي اليوم بتاعها كله وبتتفرج على السحر اللي موجود في بيت البنت انجي، وبتكون مبهوره بيه حرفيا. وبعد كده بتكمل رحلتها مع الساحر الياس، وبيحاول وقتها الياس ان هو يعرف منها يا ترى ليه اختارت الزهره دي بالذات للسحر بتاعها. بترد عليه تشيسي وقتها بتعرفه ان هي بسبب ذكرياتها مع امها مش اكتر، وان هي مش مفضله عندها ولا حاجه. فوقتها الياس ابن المجنونه بيسالها عن امها وابوها، وبيطمنها ان هي كل اللي هتقوله مش هيأثر على مكانتها عنده ابدا. وبالفعل البنت ما بتترددش وبتحكي له وقتها عن امها ان هي ماتت قدام عينيها لكن ابوها تخلى عنهم. بتكون حزينه جدا وقتها ولكن بيطمنها. ولما بيوصلوا البيت بيلاقي ضيف مزعج قاعد هناك، مفيش حد من الخدم بتاع البيت بيحبه ابدا. وبتعرف تشيسي وقتها ان هو اسمه سيمون، وان هو كائن من الكنيسه، وده سبب كره الخادمات بتوع البيت ليه. وكمان الياس بيكرهه مش بيطيقه، ولكنه موكل من الكنيسه ان هو يتعاون معاه. وبعدها بيرحب بالياس وبيديله 3 مهمات صعبه مطلوبه ان هو يعملها. سيمون وقتها بيطلب من البنت ادوات سحريه علشان يعالج المرضى، وبيعرفها ان هو يعتمد عليها في المستقبل لتصنيع الادوات السحريه بدل الياس. فبتستغرب تشيسي وقتها ان هو كائن اصلا وبيتعامل ازاي مع سحرة. ووقتها بيرد عليها الياس وبيعرفها ان انجلترا بلد السحر القديم، وكمان مكان السحرة فيها بيكون مقدس. وبعد ما بيخلصوا كلامهم سوا بياخدها وبيروحوا للسندر علشان اول مهمة عنده بتكون عن التنانين. بس المفاجأة بقى يا صديقي، اول لما بيوصلوا هناك بيجي تنين غريب وبيخطف البنت تشيسي من قدام الياس. وقائد التنين وقتها بيعرفها ان الياس قليل الحذر وان هو مهمل كمان، وان هو ياخدها معاه لارض التنانين. وقتها تشيسي بتفتكر اخر كلام من الياس عن التنانين، وان هم بينقرضوا زيهم كده، وهم موجودين في المكان ده علشان يعتبر مكان مناسب للاختفاء، وان معظمهم متسيطر عليه. ولما بتوصل اخيرا لارض التنانين الاخيره بتتفاجئ بكل التنانين اللي موجوده هناك. بس ساعتها التنين ابن العبيطه بيرميها بالغلط في الميه، ووقتها بتكون هتغرق بسبب تشتت عقلها بالذكريات. ولكنها بعد كده بتفوق نفسها بتقدر تخرج من البحيره، وبتلاقي قدامها تنين عجوز غريب بيعرفها وقتها ان هي ضيفه ما كانش متوقع ابدا ان هو يقابلها قبل كده، وان كمان ريحتها جميله قوي بسبب ذكرياتها القديمه. وبتعرف وقتها تشيسي ان التنين ده من سلاله اويل، وان هو اب وام الغابه، لان اصلا يعتبر جسمه كان مليان بالنباتات وقتها. وبعد كده بيعتذر لها راكب التنين من سوء المعامله اللي حصلت معاها، وان هما كمان سمعوا ان الساحر زوشوك اخد تلميذه جديده ليه وكانوا عايزين يتعرفوا عليها. وبيطلب قائد التنين بعد كده من الياس ان هو يخرج من ظل تلميذته لانها خدعه قديمه بالنسبه له. وبالفعل الياس بيكون مجبر ان هو يخرج من ظل تشيسي، وبيعرفها ان ليندر طول عمره مزعج للضيوف. والياس وقتها لما بيلاقي تشيسي هتموت من البرد بيستخدم السحر بتاعه بيدفيها وبينشف هدومها كمان. وبيعرف الياس حبيبته تشيسي في هذه اللحظه على ليندر وان هو ساحر زيه، وكمان الوصى على التنانين اللي بيخبيهم من البشر علشان يحميهم. وبعد كده يا صديقي بتتلم التنانين الصغيره على البنت تشيسي الجميله وبيطلبوا منها ان هي تلعب معاهم. وقتها بيعرف الياس المشكله اللي موجوده عند ليندر، وبتكون قله الاكل، ودي اللي يعتبر خلت التنانين تسافر بره اراضيهم وتظهر للبشر. وفي الوقت ده يا صديقي كانت تشيسي بتنفذ مهمتها برعايه التنانين الصغيره، واللي عانت وقتها من تصرفاتهم المزعجه ولعبهم الغشيم معاها، ولكنها كانت بتدبر حالها لحد ما يناموا. وبعدها بتقرب البنت تشيسي من الاويل العجوز واللي بيعرفها ان هو قريب هيموت. وبيعرفها التنانين الصغيره وقتها ان هو اول لما بيموت بيتحول لشجر وصخر وطحالب زي اللي موجوده حواليك كده، وان ده يعتبر كمان مصير كل التنانين، كل تنين بيموت بيتحول زيه بالظبط. البنت تشيسي وقتها بتكون حزينه وبتتاثر جدا من كلامهم، ولكن اويل بيعرفها ان هما مش بيخافوا من الموت ابدا، مش بيخافوا من الموت ابدا زي البشر. وبيحس اويل بحزنها عليه، وبيكون فرحان جدا وقتها بيقول لها على فكره انت جميله وكمان طيبه وما تهلكيش قلبك بالحزن ابدا، لان الحياه قيمتها غاليه، وان هو عاش كتير جدا في المكان ده ولازم ان هو يسلم الامانه للاجيال القديمه وكفايه عليه كده، وان هي دي طبيعه الحياه. ووقتها بيحاول ان هو يخرجها من الحزن اللي هي فيه، ولكن الذكريات المؤلمه بتطاردها. بس اويل بيقرر ان هو يخش للذكريات بتاعه وبيفوقها من الالام اللي هي فيها، وبيفهمها ان هي ما تندمش ابدا على اي حد كانت بتحبه ومات، لان ده مش هيرجعه للحياه. وبيعتذر لها كمان بسبب وقاحته ان هو تدخل وشاف ذكرياتها، وعلشان كده هو قرر ان هو يكافئها ويعوضها عن الخطا ده ويخليها تجرب الطيران معاه بالسحر. وبيخليها بعد كده بالفعل ان هي تلمسه وبتدخل في وهم طيرانها على ظهره فوق البحر والغابه. وبعدها بيجي الياس وليندر وبيشوفوا حلم اويل الاخير مع البنت تشيسي، وساعتها بيكونوا زعلانين جدا على الانقراض اللي بيحصل لكل الكائنات السحريه
السحرية بسبب زيادة البشر. واللي بيحزن الياس اكتر واكتر ان حبيبته هتبقى الاخيرة من الجيل القديم لو بقت ساحرة. ولكن المفاجأة بعدها ان هما بيلاحظوا ان السحر بتاع تشيسي بينتقل للعجوز اويل. بيكونوا متفاجئين جدا وقتها لامتلاكها للقوة دي لانها ممكن ان هي تقتلها، وخصوصا ان هي مش مدركة ليها. وقتها ليندر بيتدخل وبيحذره، بيعرف ان هي مش هتتحمل اكتر من 3 سنين لو ما منعهاش من السحر ده، وان هو يخلي باله منها لان الكل بيدور على السيلي بيغي الاخيرة. وبيتمنى ليندر وقتها ان هي تكون بخير وتعيش اكتر بكتير جدا من العمر بتاعها بسلام. ده حتى اويل العجوز بيكلمها في الحلم بتاعه ان هي لازم تقاوم وتطير على الارض وتحت السماء عمر اطول واطول، وتفتكر ان هي لازم تعيش. ومره واحده يا صديقي بتفوق البنت تشيسي من حلمها وبتشوف اخر لحظه لاويل، واثناء ما كان بيتحول لشجره وبيشكرها على طيرانها معاه في اخر لحظات حياته. وان كمان ليندر زرع بذل شجره ملكيه ليها ازهار بيضاء في جسمه من فتره، وبما انك ساحره فخدي من اغصاني واصنعي عصايه خاصه بيكي منها. وفي لحظه حزينه بيودعها اويل في هذه الاثناء وبيتحول لشجره عملاقه. وقتها بيبص لها الياس وبيعرفها انها شافت حاجه نادره جدا اول مره ان هم يشوفوها، هي لحظه عوده التنين للارض كنبات، وان شجره الزيزفون اللي اتحول ليها بتكون شجره جميله زي ما انت شايفه كده. وبيواسي وقتها ليندر تشيسي وبيفهمها ان ده عوامل الطبيعه وما تحزنش ابدا عليه، وان لما تبقى ساحره هترجع مره تانية هنا علشان تاخد غصن العصايه اللي قال لها عليه اويل. الياس وقتها بيقرر ان هو يتدخل في الموضوع وبيقول لها يلا بينا نمشي علشان باقي المهام اللي عندنا. بتحاول تشيسي في هذه اللحظه يا صديقي ان هي تقنع نفسها ان هي مش حزينه ابدا عليه وان هو مجرد غريب وخلاص، ولكنها بتكون حاسه بدوخه وبتفتكر ان هي من الطيران وان هي من الم الموت عليه الهادي. ووقتها بيغمى عليها بالفعل. بتفوق بعد كده تشيسي بتلاقي نفسها في القطر مع الياس اللي بيعرفها ان هي انهارت مره واحده، وان هي ساعتها نامت بعمق، وان هم دلوقتي في طريقهم لمهمتهم التانيه، وان القطار ده مش للبشر ابدا، وان هو كمان موجود فيه دلوقتي مخلوقات مختلفه. وبيدخل عليهم في هذه الاثناء صديق القط بيتكلم وبتكون تشيسي مستغربه جدا منه، بس ولكن القط بيعرفها ان هو بيتكلم لانه بيمتلك المهارات في كل روح جديده ليه، وان هو عنده 7 ارواح زي ما احنا عارفين، وكمان مهاراته كتيره. وبيعرفهم القط ان الملك بتاعه مستنوهم في مدينه اولز، وان هو جاي لحد هنا علشان يستقبلهم. وبينزلوا بعد كده في مدينه مليانه قطط يا صديقي، وبيتعرفهم ان هي مملكتهم. وقتها القط كاسبرو بيهجم عليهم لما بيعرف ان هي ساحره، بس الياس بيبعدوا عنها وبيقول له انت مجنون شكلك كده، ابعد من هنا والا هكسر دماغك. وبعدها وهم ماشيين بيمر من جنب تشيسي شخص غريب جدا وبيشبه عليها، وده اللي بيلفت نظرها وقتها، وبتسالهم تشيسي فين ملك القطط هنا. وبتكتشف بعد كده ان هو جنبها قط مشمش حكيم بيعرف حقيقه التلميذه الجديده لساحر الشوك، وبيعرفها بنفسه بعد كده، واللي بيكون اسمه مولي ملك القطط. واول لما بيعرف ان هي وافقت تتجوز ساحر الشوك بيكون مستغرب جدا وقتها، ولكنها بتكون مبسوطه ان اللي هيساعدهم ساحر لانهم بيكرهوا المشعوذين تماما. وبتشكرهم على تلبيه النداء بتاعهم بالمساعده لانهم في ورطه دلوقتي يعتبر. ولكن وقتها بتقطعها بنت بتسالها هي بتكلم مين قدام البيت بتاعها. تشيسي وقتها بتستغرب وبتتلفت حواليها يمين وشمال ما بتلاقيش الياس واقف في المكان، وساعتها بتتوتر جدا. بس ولكن تشيسي بتطمنها وبتقول لها ما تقلقيش انا مش مجنونه ولا حاجه، انا بكلم القطه اللطيفه بتاعتكم. وبعد ما بتمشي بتعرف من مولي ان هي صاحبتها وزي بنتها، وان هي بنت لطيفه كمان ومش بتعمل اي حاجه لاي حد ولا بتاذيهم. وبعد كده بيظهر الياس من ظل تشيسي وبيعرفها ان هو بيكره الاطفال البشريين لانهم بيحسوا بالمخلوقات السحريه، والرغم ان هم مش سحره ولا حاجه انا مش عارف هم بيقدروا يعملوا كده ازاي للاسف. وانا لازم امشي دلوقتي لان حاسس ببشر كتير حوالينا ولازم اعرف مصدرهم دلوقتي. وتشيسي بتمشي مع القطط بالفعل وبتحكي لهم مولي ان كان في شرير هنا زمان وكان بيأذينا وكان بيسرق ارواحنا، ولكن ملك القطط الاول انتقم منه اشد انتقام، وجمعنا وقتها وخلانا نهجم عليه مره واحده وقطعناه حرفيا وشربنا من دمه وما خلاناش اي اثر ليه. ومن ساعتها وكل ملك جديد بيجي هنا لازم يضحي بعدد كبير جدا من ارواحه كتضحيه علشان يبعد البشر عن المكان، وده يعتبر تمن قتلنا للبشري. وبعدها بيطلبوا منها ان هي تبص على الجزيره وسط البحيره وهي هتشوف الشر اللي بيتحرك هناك. وبالفعل البنت تشيسي بتنفذ الكلام بتاعهم وبتبص هناك، واول لما بتشوفه بتتخض جدا من منظره. وساعتها بتعرفها مولي ان الظل ده روح فاسده بتحاول ان هي تتحرر علشان تسرق ارواح القطط، والبشر كمان بيحاولوا ان هم يساعدوها، ولكن انا مش هسمح ليها ان هي تتحرك مهما كان الثمن. تشيسي وقتها بتفهم ان مولا خايفه على البنوته الصغيره اللي معاها من الشر لانها زي امها ولازم ان هي تحميها. بس وفجاه بيظهر نفس الشخص ثاني وبجهاز غريب بيخطف البنت تشيسي من بين القطط، وبيطمنها وقتها وبيقول لها ما تخافيش مني وبيرميها في الميه بعد كده.
مينا. واثناء ما كانت بتغرق يا صديقي بتشوف احداث لاشخاص غريبه واللي بيكونوا ماسيو ومينا، ودول بيكونوا اتنين حبيبه عايشين قصه حب سوا مع بعض. ولكن وقتها كانت مينا مريضه وده اللي كان بيخلي ماسيو يلجأ للمشعوذين علشان يلاقي علاج لحبيبته. ولكن مينا كانت عارفه للاسف ومتاكده ان مفيش اي علاج ليها، وكانت بتتمنى من القط بتاعها ان هو يمنعها روح من روحها علشان تعيش مع حبيبها. وفجاه يا صديقي بتشوف تشيسي مينا في اعماق الميه وبتعترف لها ان هي سبب الروح الفاسده اللي موجوده على الجزيره هناك ديت، وانها الظل الشرير هي وماسيو حبيبها. وبتطلب منها وقتها بتترجاها انها تعمل اي شيء تقدر عليه عشان تحررها هي وماسيو حبيبها. بس ولكن وقتها الياس كان خرج تشيسي من الميه وبيحاول ان هو يفوقها ويطمن عليها ان هي بخير، وكان متعصب جدا وقتها وسأل القطط يا ترى فين الشخص ابن الحيوانه اللي رماها في الميه. بس القطط وقتها ما بتكونش عارفه اي حاجه وبتقول له ان هي اختفت فجأة من بينهم. الياس وقتها بيكون مستغرب ومتفاجئ من اللي حصل ده، ولكن بيعرفهم ان في بقايا السحر هنا. والياس بيطلب من تشيسي بعد كده ان هي تحتوي الظل الشرير لفتره وتحاول ان هي تطهره لغايه ما يحل الموضوع ده. وبالرغم ان هو ما دربهاش على السحر كفايه ولكنه كان واثق فيها ومتاكد ان هي هتنجح بالفعل. وكمان بتعرفهم مول ان هي هتبعد البشر عن المكان علشان يقدروا ينفذوا شغلهم بعنايه. وبيتكلم بعدها الياس وبيعرفها ان هو في الليل هيبدا الشغل بالفعل اخيرا. وبالليل يا صديقي بنشوفه لما بيدعي عباءه مطهره بالسحر وكمان بخور وغصن سحري، وده طبعا بدل العصايه وكمان ترنيمه سحريه. ووقتها بتيجي الجنيه علشان تساعد البنت تشيسي في المهمه بتاعتها. وبالرغم ان الياس بيكون غضبان جدا من الجنيه بسبب اللي هي عملته قبل كده، ولكن للاسف مضطر ليها لان التطهير هو تخصصهم. وبيعرفها الياس كمان ان هو مش شاطر في سحر التطهير وعلشان كده مضطر ان هو يلجأ للبت الحساله. وكمان بيبدأ الياس ان هو يشجعها في هذه اللحظه علشان تتقن الموضوع، وبيطلب منها ان هي تحلل الموضوع في بالها، ولو ركزت اكتر واكتر هتنجح في المهمه بتاعتها، والجنيه معاها مش هتسيبها كمان. وكمان بيتكلم وبيعرفها ان هي لازم تحب العالم والحياه حتى لو كانت اذتها كتير زمان، ولازم كمان تفكر بعقلها وتبص للمستقبل وتقفل جروح الماضي تماما. وبيعترف لها في نفس الوقت ان هو بيحب المكان ده وان هو عارف ان هي حاسه بالمشاعر دي كمان. بس وقتها بتفكر تشيسي وهي رايحه المكان الظل اللي قدامها ده ازاي مينا انتهى بها الامر والحال بالشكل المأساوي ده، وليه طلب منها ان هي تقتلهم سوا هي وماسيو كمان. وفجأة بتظهر البنت اللي خطفتها وبيمسك وقتها راجل غريب الجنيه وبيعرفهم ان هو مش هيسمح لهم ان هم يخلصوا على الشر ده وان هو لازم يكون موجود هنا على الجزيره. ولكن على الجانب الاخر الياس بيشوف اللي بيحصل هناك وبيكون معاه مولي وبيعرف ان هو رينفريد في هذه اللحظه بيعرف تشيسي ان هي عينه جديده لاختبار جديد لالياس ان هو بيحاول يلعب بيها. ولكن الجنيه بتنبهها وبتقول لها ما تصدقوش ده هو كذاب وبيحاول ان هو يلعب في دماغك علشان تتشتتي. ولكن ساعتها رينفريد بيعذب الجنيه وبيهددها بالقتل لو هي اتكلمت او شوشت على الكلام بتاعه تاني. بس تشيسي وقتها بتعرف ان هو مشعوذ شرير وبيحاول ان هو يوقعها في شر اعمالها. وكمان بيقول لها ان الياس بيحاول يخدعها وان مصيرها الموت وقريب كمان على ايده. البنت بتبقى مصدومه حرفيا من اللي هي بتسمعه وفعلا عقلها بدأ ان هو يتشتت، وبكل الطرق كان عمال يلعب في دماغها علشان تسيب الياس وتنضم ليه هو. ولكن تشيسي مش بتهتم بالكلام ده كله وبتجري على الجنينه وبتنقذها من ايد المشعوذ وبتقول له ما تتعبش نفسك يا حبيبي، حتى الكلام بتاعك لو كان كله صح عن الياس فهو بالنسبه لي كل شيء، ويكفي ان هو اللي وقف جنبي واعتبرني واحده من العائله بتاعته. ولكن وفجاه بيخرج الياس من ظلها وبيبعد المشعوذين دول بشوكه وبيطمنها في هذه اللحظه وبيقول لها ما تقلقيش انا دايما هكون في ظلك وافضل معاك لحد ما انت تطلبي ان انا اسيبك وامشي. وبعدها الياس بيفكرها ان هي عندها مهمه لازم ان هي تنفذها دلوقتي. اما بقى عنمولي بتطلب منها في هذه اللحظه ان هي تروح معاها علشان لازم تشهد على نهايه الشر. واول ما تشيسي بعد كده بتلمس طين الشر اللي قدامها بيلاقي نفسهم داخل مطعم قديم، وهناك بيشوفوا ماسيو داخل المطعم ده وراح لمشعوذ وطلب منه ان هو يساعده في علاج مراته. تشيسي وقتها بتحس ان المشعوذ ده شرير وبيحاول ان هو يستغل ماسيو. ولما بيروح بعد كده المشعوذ يكشف على مينا بيعرف ماسيو ان هي هتموت خلال سنين بسيطه، وللاسف مش هيقدر ان هو يعمل لها حاجه لان ملهاش اي علاج للاسف. ماسيو وقتها بيفضل ان هو يتوسل له وبيقول له بوس ايدك ما تقولش كده، انت لازم تنقذها دلوقتي. بيلاحظ المشعوذ وقتها ان مينا بتحب القطط وبيعرف ماسيو ان القط ده هو الحل لعلاجها. وفي اليوم اللي بعد كده يا صديقي بنشوف البنت مينا لما صحيت تدور على ماسيو لانه غايب بقاله فتره كبيره عنها، ما بتكونش لاقياه في المكان كله، بتروح الكوخ اللي موجود في الغابه علشان يمكن تلاقيه هناك. تشيسي طبعا بتكون خايفه عليها وبتحاول ان هي تمنع مينا من الدخول للكوخ ده لانها حاسه بشر كبير فيه.
اوبي، ولكنها طفل وما قدرتش ان هي تمسكها ابدا ولا تسيطر عليها. وبتدخل بالفعل مينا للكوخ وبتتصدم من اللي هي بتشوفه اول لما تدخل لهناك. جثث قطط كتيره معلقه ومذبوحه في كل مكان، وبتشوف ماسيو لما كان الشر مسيطر عليه هو كمان، وبيفهمها وقتها ان المشعوذ عرفه العلاج وان هو صنع اكسير من ارواح القطط ده علشان تقدر ان هي تعيش كتير. ولكن صدمه البنت مينا من اللي ماسيو عمله كانت مخليها مش قادره تتحرك تماما. وبيجي بعد كده المشعوذ ابن الشرير يمسك البنت مينا وماسيو بيشربها الاكسير غصب عنها. البنت مينا بتفضل تتألم في هذه الاثناء وما بتكونش قادره، وفجاه بتتحول لماده سوداء من الشر. المشعوذ مش بيهتم للي بيحصل ده وبيفهمها ان هي تجربه وفشلت وخلاص حصل اللي حصل ولازم يرضوا بالامر الواقع. ولكن وقتها ماسيو ما بيكونش راضي باللي حصل ده وبينهار حرفيا وبيتجن في مكانه، وبيكون فاكر ان هو ممكن يرجع مينا تاني لو زود من ارواح القطط المعلقه والمذبوحه في المكان. وفي نفس الوقت بيجي تايم قط البنت مينا وبيهجم على طول على ماسيو، وبيكلم ماسيو بعدها بيعرف ان هو وقع في فخ المشعوذ الشرير ومينا انتهت خلاص على ايده ولازم ان هو يدفع ثمن افعاله. وبيهجم القط عليه وبيقتل ماسيو بعدها. وقتها البنت تشيسي بتلاقي نفسها جوه الطين الاسود ومينا بتعرفها ان هي لازم تمحيهم من الوجود، لان الذنب اللي عملوه بقتل ارواح القطط البريئه دي خلاهم يتوهوا في الكون بلا نهايه، ولو هي محتهم من الوجود خالص هيبقى انقذت المدينه كلها من شر اعمالهم. بس البنت تشيسي في هذه اللحظه بتفهمها ان هم اتظلموا لانهم اتخدعوا اساسا وما كانوش اشرار ولا حاجه زي ما انت بتقولي، ولازم يرجعوا لدوره الحياه الطبيعيه، يعيشوا ويموتوا ويرجعوا في حياه جديده. وبتطلب بعد كده تشيسي من الجنيه انها تنقلها بقوه الريح للمكان اللي موجود فيه خيالها، وبعد كده بتصنع البنت تشيسي مكان خيالي وروحهم بتكون فيه، وبيتجمع ماسيو ومينا تاني مع بعض سوا وبتحولهم لورود وقتها. وساعتها يا صديقي بتشكرهم البنت مينا على رحمتها وتحرير ارواحهم من الشر. وفي الوقت نفسه على الجانب الاخر كان ريفندر بيعرف الياس ان هو مستهتر جدا لانه بيضحي بكائن غالي علشان يتخلص من كومه الشر اللي هينتقم بيها من البشر، وان تصرفاته العاطفيه دي هترجعه بشري تاني او حتى من الجن مره تانيه. ولكن الياس بيساله في هذه اللحظه انت يا ترى ايه اللي بيضغط عليك علشان تحافظ على الشر اللي عندك، ويا ترى تفتكر هو نفس الشخص اللي قطع دراعك ولا حد تاني؟ وفي نفس اللحظه اللي هم واقفين فيها بيلاقوا كومه الشر بتتحول لورد وان تشيسي ومولي والجنيه بخير تماما. وبيبان بعدها على المشعوذ ان هو مرتاح وبيوضح لالياس ان في شر كبير جدا بيسعى علشان ياخد تشيسي منه، ولازم ان هو ياخد باله كويس قوي منها علشان ما يخسرهاش للابد. وفي نفس الوقت بيكون باين على البنت تشيسي ان هي تعبانه جدا بسبب اللي عملته وبيشيلها الياس. وفي نفس الوقت بتساله عن وقت موتها وبيعرفها ان هي فاضل لها 3 سنين، ده لو ما قدرش ان هو يساعدها يعني. تشيسي وقتها بتفهم ان هي دي التجربه اللي بيسعى ليها وهو انقاذ السحر الاخير، ولكنها بتكون مستغربه جدا ان هو مش مهتم باي حاجه غير انه ينقذها ومش مهتم للسحر الغريب اللي عندها. الياس بيوضح لها بعد كده ان هو مجرد هجين وان هو مش بشري ولا جني ولا روح حتى، وان هو عاش كتير جدا بين البشر وما فهمهمش لحد دلوقتي وخصوصا هي باطباعها الغريبه. وبيعرفها ان هو متمسك بها كده لانها مش هتسيبه ابدا لانه يعتبر ما عندهاش غيره، وبيعترف لها بحبه في هذه الاثناء وبيقول لها ان هو ما يقدرش يبعد عنها ابدا ولازم يكون معاها طوال الوقت. ولكن في وسط الكلمتين الرومانسيين دول بتقطع البنت تشيسي بلمسه رقيقه على وشه. الياس بيفرح وقتها وبيطمنها بيقول لها حتى لو اختفيتي من العالم ده هتفضلي بروحك جنب على طول. ولكن يا فرحه ما تمت البنت بيغمى عليها في هذه اللحظه والياس بيكون مصدوم حرفيا. ولكن مول بيطمنه في هذه اللحظه بيقول له يا عم ما تقلقش اللي حصل ده بسبب ان هي فرحانه. البنت تشيسي بتفضل في حاله الغيبوبه بتاعتها لمده اسبوعين والياس بيكون سايبها في غابه الجنيات علشان تقدر ان هي تمتص الطاقه السحريه وترجع تفوق مره تانية بسرعه. ده حتى سيمون اللي ما كانش اي حد بيطوقه كان مدام على زيارتها لان حابب ان هو يطمن عليها. وفي الوقت اللي بيكون الياس وسيمون سوا بتظهر ملك الجنيات تاتانيا، وده طبعا علشان تحضر حفل جمع العسل في المملكه، ووقتها بتشوف تشيسي وبتكون حابه جدا ان هي تتعرف عليها. ولكن وجود سيمون ابن المستفزه كان مضايقها جدا وعلشان كده بترميه في مكان بعيد عنهم. وبيجي بعدها ملك الجن اوبي واللي بيكون زوج تاتانيا برضه، وبيقول لها ان البنت اللي نايمه دي ساحره عظيمه وان ده ميعاد الصحيان بتاعها وبيستخدم السحر بتاعه الكبير علشان يصحيها. البنت تشيسي وقت ما بتصحى اول شيء بتعمله ان هي بتجري على الياس، وبعد كده بتتعرف على الملكه تاتانيا هي وزوجها اوبي، واللي بيكون مستغرب اصلا جدا من علاقتها هي والياس وان هي بتقرب منه ومش خايفه لانه شكله غريب. اوبي بيفضل يسالها اسئله كتير جدا لحد ما بتتضايق من كتر ما هو فضولي حول العلاقه بتاعتهم، وده اللي بيخلي الملكه ان هي تطلق الوحوش بتاعتها على اوبي علشان يسكت خالص. وقتها تشيسي بتكون بتفكر في الكلام بتاعه بتقول يا ترى ممكن يكون ليه اطفال بعد كده زي ما قال اوبي ولا لا، بس الياس بيقطعها في هذه اللحظه علشان ما تفكرش في الموضوع بيقول لها سيبي كل حاجه ماشيه زي ما هي. وملكه الجنيات وقتها بتدرك وبتفهم قصه الحب الغريبه اللي بينهم هما الاثنين بالرغم ان هما مختلفين
عن بعض. وبعد كده طبعا بتعزمهم على حفل العسل لانهم يعتبروا من المخلوقات بتاعه الليل اللي تحت رعايتها. بس ولكن حارس الملكه الصخري بيكون بيكره الياس وبيحذرها ان هو مش هيسمح لهجين ان هو يدخل المملكه بتاعه الجن، لانه جلاد نصايب زي ما انت عارفه ممكن يأذي اي حد موجود هناك. بس ولكن وقتها الياس بيطلب من الحارس الجن ان هو ما يبقاش قاسي على الياس وما يظلموش ابدا بكلامه. ولكن الحارس وقتها يا صديقي بيفكروا ان هو شرير جدا وياما ارواح مخلوقات وبشريه ضاعت على ايده. بس اوبي بعدها بيعرفه ان هو محدش يقدر يغير المصير بتاعه حتى لو كان جن الظل. وبيتراهن بعد كده اوبي ومراته ان حياه الياس والبشريه هتبقى مليانه سعاده وان هي هتكون احسن من حياه اي حد تاني. واما بقى في الطريق بيقابلوا الولد سيمون المستفز بعد ما تخلص من سحر الجنيه، وساعتها بيكون قلقان على تشيسو وبيطمن عليها اللي بتعرف الياس ان سيمون شخص طيب جدا ومش شرير زي ما هو بيقول لها. وكمان بتعرف الياس وقتها ان هي كانت بتتمنى ان هو يشتريها من زمان وتعيش حياتها كلها معاه، وبتمنى كمان ان التجربه بتاعتك تنجح ونعيش سوا اكتر واكتر. وقتها الياس في لحظه حزينه بيوعدها ان هو هينجح وهيكونوا دايما مع بعض ومفيش اي حاجه هتفرقهم ابدا. ده حتى البنت سليكي وقتها بتحتفل برجوع تشيسو بطريقتها وبتحضر اكلات عيد الميلاد ليها. على الجانب الاخر بيقابل المشعوذ القديم ريفندر وبيهدده ان هو يقتل التلميذه بتاعته لو فشل في المهمه مره تانية. وبيبقى ريفندر وقتها مش عارف يعمل ايه وبيفكر ان هو يطلب المساعده من اي حد بسبب الشرير اللي قدامه ده. واما بقى عن البنت تشيسي فبتتعلم الادويه والوصفات السحريه من الياس حبيب القلب. وفي يوم وليله بيطلب منها ان هي تروح معاه لمهمه جديده خاصه بكلب اسود. كلب اسود بيستخدموه في حراسه المقابر وظهر من قريب جدا جنب الكنيسه. والمهمه بتاعتهم ان هم يعرفوا ان هو اليف او عدواني علشان ما يسببش مشاكل كتير. وبكده يكونوا خلصوا مهمه الكنيسه وبيعرفها الياس ان هو بينفذ مهمه الكنيسه دي مقابل ان هم يسيبوه في حاله، لانه زمان ارتكب خطأ كبير ومن وقتها وهو عليه مراقبه من الكنيسه والناس مش سايباه ابدا. تشيسي بعد كده بتفكر ريفندر ان هو نادى الياس قبل كده باسم مختلف، وبتفهم كمان وقتها ان في اسرار كتيره جدا هي ما تعرفهاش عن الياس ومحتاجه ان هي تقعد تعرفها. وفي نفس الوقت الياس بيديها خاتم صنعته البنت انجي علشان يبطئ من اثر السحر على عمر تشيسي، وبينبهها كمان ان هي لازم تفضل هاديه الفتره اللي جايه علشان مع الانفعالات طاقه السحر بتزيد وبتهلكها بسرعه. وكمان بيقترح عليها الياس ان هي تختار حيوان اليف علشان يستهلك من الطاقه السحريه بتاعتها وكمان يبقى خادم مطيع ليها. بيوصلوا بعد كده بالفعل عند الكنيسه، ولكن اول لما بيوصلوا هناك بيلاقوا جثه بشعه شكلها معضوده من كلب. بيدرك وقتها الياس ان الامر خطير جدا وبيطلب من تشيسي ان هي تتفقد المكان كويس. وفعلا تشيسي بتعمل كده وبتروح تتفقد بين المقابر وبتلاقي اثر شر على القبور بالفعل. وفجاه واثناء ما كانت ماشيه بيظهر لها الشرير وبيجري وراها، ولكن بيجي شخص غريب وبينقذ تشيسي وبيدمر الشرير ده. تشيسي بتكون مستغربه وتحس ان هو مش مجرد بشر وخلاص، ولكنه بيطلب منها ان هي تمشي من المكان بسرعه علشان مش امن عليها. بس والبنت اثناء ما كانت ماشيه بتلاحظ ان هو مجروح وبتفكر ان هي تعالجه قبل ما تمشي، ولكنه بيبص لها وبيقول لها افتكر ان انا قلت لك ان انت تمشي وانت اللي ما رضيتيش. وفجاه بيتحول لكلب اسود وبيفضل ان هو ينادى عليها. تشيسي وقتها ما بيكونش فارق معاها اي حاجه من اللي بتحصل وبترفض ان هي تسيبه حتى بعد ما تحول. وبتعرفه كمان ان الجروح دي لازم تتعالج في اسرع وقت ممكن والا هيموت فورا. وبالفعل لسه ما كملتش الكلام بتاعها واذ فجاه بيغمى عليه من اثر الجروح الخطيره اللي في جسمه والعض اللي هو كان فيه. وبتفهم وقتها ان هو متسيطر عليه من قبل الشخص الشرير ده ومش هو اللي عض الشخص عند الكنيسه بس. ولكن وفجاه وقتها بتهجم عليها تلميذه ريفندر وبتحاول ان هي تاخد الكلب منها. تشيسي بترفض ان هي تسلمه لها وبترمي عليها الدواء المنوم اللي بيخليها تنام على طول في نفس اللحظه. وبعدها بتاخدهم تشيسي المكان بعيد عن الناس، ولما بيفوق الكلب بتعرفه ان هي عالجته. وبتساله بعد كده يا ترى مين اللي عامل فيك كده، ولكنه بيرد عليها وبيقول لها انا ما شفتوش، انا اتفاجئت زيك كده بالظبط. يوليس بعد كده بيرجع للشكل البشري بتاعه وبيحكي لتشيسي ان هي تشبه اخته، وده يعتبر افتقادها من ساعه ما ماتت وهم كانوا بشر مش كلاب في حياتهم العاديه. وفي نفس الوقت برضه البنت بتفوق في هذه اللحظه، ولكن بتبقى مربوطه لان تشيسي بتخاف ان هي تسبب لهم مشاكل. تشيسي وقتها سالتها يا ترى انت بتعملي كده ليه وكنت عايزه الولد يوليس في ايه؟ ساعتها البنت بترد عليها وبتعرفها ان هي مجبره تعمل كده لانه يعتبر عنصر خام لصناعه الكاميرا، وده يعتبر شرير جدا وبتصنع من دمج عناصر سحريه نادره. وان كمان في شخص شرير جدا طلب من المعلم بتاعها ريفندر، ولكن المعلم رفض في البدايه، ولكن المشعوذ وقتها هدده بالقتل لو ما حضرش الكاميرا اللي هو طلبه منه، ولانها بتحبه لازم ان هي تنقذ المعلم الوحيد بتاعها. تشيسي وقتها بتفتكر ان هي بتحب المعلم بتاعها جدا زي الياس كده بالظبط، وهي لو كانت مكانها في الموقف ده كانت هتتصرف ازاي. وبعدها بيظهر الياس من ظل تشيسي وبيكون سمع كل اللي هم قالوه بالفعل، بس وقتها بيفضل ان هو يفحص يوليس الاول وبيعرف ان هو استيقظ من تاني في شكل كلب اسود. ووقتها البنت بتحكي لإلياس عن المشعوذ الشرير اللي ظهر وهدد المعلم بتاعها، وكل اللي بيحصل ده بسبب السحر الخطير بتاعه، وان هو لو ما سلمش الكلب هيتورط هو وتشيسي معاها وهيكون
هيكون ايامهم سودا على ايده. وفعلا الياس بيوافق ان هو يساعدها لان عارف ان المشعوذ ده هيكون هم كبير جدا بالنسبه ليه هيواجهه في المستقبل. بس الغريب بقى في الموضوع دلوقتي ان يوليوس بيكون حاسس بوجود شخص غريب جدا في المكان. بس وفجاه من غير ما يفكر حتى في الموضوع بيلاقي البنت تشيسي بيتفادي البنت اللي جنبها من الهجوم بتاع الشرير، وللاسف بسبب اللي هي عملته ده بتتصاب بشده وقتها. بيجي بعد كده المشعوذ الطفل الغريب وبيسخر من الياس وبيعرفه ان هو لو يمكن يكون اتعلق بشخص ضعيف زي تشيسي، وبيبدا ان هو يسخر منه ويستفزه وبيناديه بالاسم القديم اللي بيكرهه الياس حرفيا. البنت بعد كده بتتكلم وبتعرف الياس ان الشخص اللي بيناديله باسمه ده يعتبر كانت قصه خياليه مش بشري ابدا ولا حاجه، بس كان كائن ضخم جدا وقتها يعتبر هجين عملاق غير مكتمل تماما، وكمان يعتبر كان طيب وشرير في نفس الوقت برضه. بس فجاه واثناء ما كانت بتعرفه على الشخص ده وبتشرح له عنه بيظهر وقتها قدامهم بشكله الحقيقي، وبيكون شايل البنت تشيسي في حضنه وبيكون مليان غضب حرفيا. الولد يوليس بيكون خايف جدا على تشيسي وبيجري ان هو ياخدها من بين اغصان الياس، واللي بيكون غضبان جدا من المشعوذ العيل الصغير ده وبيبدا ان هو يهجم عليه وبيمزق في الكاميرا الخاصه بتاعته. بس وساعتها يوليس بيكون شايف وبيتخيل اخته البريئه اللي كانت بتموت قدامه، وبيفتكر ان حكايه تشيسي نفس الحكايه بتاعت اخته بالظبط، وازاي اصلا ان هي ماتت في حادثه وهي صغيره كده. يوليس اخوها وقتها كان حزين جدا عليها وقضى حياته كلها قدام القبر بتاعها، كان على امل ان هي هتقوم مره تانية وترجع للحياه وتروح معاه للبيت. وتشيسي وقتها بتصحى من الغيبوبه اللي هي كانت فيها وبتشوف الياس وهو في قمه الغضب بتاعه، وبتعرف ان هو انتقم كمان اشد انتقام من الوحش اللي جرحها وعامل فيها كده. ولما بيحاول المشعوذ الجبان ان هو يهرب في هذه اللحظه بسبب غضب الياس بيبدا ان هو يستفزه وبينادله باسمه الحقيقي، واللي وقتها اول لما بيسمعوا المشعوذ بيكون غضبان جدا منه، وبتقف تشيسي بينهم علشان ما يقتلوش بعض في هذه الاثناء. بس في نفس المشهد بيظهر اخيرا ريفندر اللي ما بيكونش طايق المشعوذ الصغير ده وبيضربه بالنار بيقدر ان هو يخلص عليه. الكل بيكون مستغرب ان تشيسي قامت تاني ولكن اثر السحر شفاها تماما. الياس بعدها بيروح ان هو يطمنها وبيقول لها ترى انت خايفه مني بعد ما اتحولت ولا ايه بالظبط، ولكنها بتطمنه في هذه الاثناء وبتقول له انت بالرغم ان انت كنت غريب جدا ولكن انا عمري في حياتي ما خاف منك. ريفندر طبعا بيكون متعلق بالتلميذه بتاعته ووقتها بيغضب جدا ان هي عرضت حياتها للخطر علشانه، وفي نفس الوقت بيفضل ان هو يلومها وبيقول لها انت الحارس الشخصي بتاعي المفروض ما كنتش تبعده اصلا عني غير ما تعرفين على الاقل. بس وقتها فجاه بيتفاجئوا من رجوع المشعوذ الشرير وبيطالبهم ان هم يسلموا يوليوس في اسرع وقت ممكن، وده يعتبر الحل الوحيد علشان يسيبهم في حالهم وما يصنعش كاميرا جديده تقدر ان هي تقضي عليهم. وفي نفس اللحظه وفجاه كده بيظهر وحش غريب لرأس ازابيل علشان يخلي يوليوس ان هو يطيع ويسمع كلامه، ولكن تشيسي بتقدر ان هي تمنع يوليوس في هذه اللحظه وبتغضب جدا وبيبدا سحرها ان هو يسيطر عليها علشان تنتقم من المشعوذ الحقير ده. بس الياس بيمسكها وبيفوقها في اللحظه الاخيره بيقول لها ان هي طيبه ومش بتسعى للانتقام ابدا. بيظهر بقى في نفس اللحظه جن الشعله الزرقاء اللي بيهربهم كلهم من المكان بسبب شر المتوحش اللي قدامهم. المشعوذ بيكون غضبان جدا في هذه اللحظه وبيأمر الوحش بتاعه ان هو يدور عليهم في كل مكان. تشيسي بتكون لحد دلوقتي لسه غضبانه ومش قادره ان هي تسيطر على نفسها، ولكن الجن الازرق بيتصرف بسرعه وبيديها من الفحم بتاع شعلته علشان تسيطر على روحها. وبعدها الجن بيمسك يوليوس وبيضربه ضربه قويه وبيعرفه ان هو عمره في حياته ما كان بشري، وبيأمره ان هو يرجع لهيئته الطبيعيه واللي هي يعتبر كلب اسود، وبيعرفه ان هو يبطل جنان وما يستناش اخته اكتر من كده لانها ماتت وعمرها في حياتها ما ترجع له، ولازم دلوقتي يروح يعمل مهمته اللي كان بيعملها طوال حياته ان هو يحرس القبور وياخد الاشرار للجحيم. بس يوليوس في لحظه غريبه بيطلب من تشيسي ان هو يبقى الحيوان الاليف بتاعها، وان هو هيكون عمره كله مخلص ليها ويعيش ويموت معاها كمان. بس وفجاه بيظهر قدامهم مره تانية المشعوذ الشرير اللي مش بيكون ناوي يجيبها لبر ابدا، وبيعرفهم ان هو ياخد الكلب وبعدين يقتلهم كلهم واحد ورا التاني بسبب اللي هم عملوه. بس وقتها الياس بيأمر تشيسي ان هي تاخد يوليوس الاليف ليها دلوقتي حالا، وكمان لازم في اسرع وقت ممكن تشاركوا السحر بتاعها ويتربطوا هما الاتنين بالسحر ده. وفعلا تشيسي بتعمل كده وبتسمع كلام الياس وبتسميه روس، وبعد كده روس بيهجم على الكاميرا اللي بيشبه ازابيل وبيقدر ان هو يقتلها، وفي لحظه حزينه بيودعها وبيقول لها ان هو كان مضطر يعمل كده لانه دلوقتي الحيوان الاليف بتاع تشيسي ولازم يسمع كلامها، ولكنهم في يوم من الايام هيرجعوا تاني يلتقوا في حياه تانيه جديده. المشعوذ وقتها بيكون متضايق جدا وما بيكونش قادر عليهم وبيعرفهم ان هم مزعجين وان هو ضيع وقته معاهم، وهو دلوقتي هيمشي من هنا ويروح يشوف اشخاص تانيين علشان يقدر ان هو يسيطر عليهم بدل ما يعاني مع الحسالة دول، وبيوعدهم بعد كده ان هو يرجع لهم مره تانية وهيخلص عليهم، وخصوصا ان هو مش هيموت ابدا، وبيعرفهم كمان ان هو بشري واسمه الحقيقي جو. وبعد ما بيقول لهم الكلمتين دول بيختفي من المكان كله، وساعتها الياس بيكون مستغرب وبيبدا ان هو يتكلم معاهم ويشرح لهم عنه. بيعرفهم وقتها ان هو طفل خطير واتعاون بعدم الموت
طوال الحياه وهدفه الوحيد ان هو يأذي كل المخلوقات. وبعد ما بيخلصوا كلام بيمشي ريفندر هو والخادمه بتاعته، والجن الازرق بياخد الارواح اللي كانت محبوسه في القميره علشان يرجعها للجنيه، وبيرجع الياس وتشيسي بعد كده للبيت. وبعد مرور اسبوعين يا صديقي من رجوعهم للبيت بتتعود تشيسي على الحياه مع الولد روس اللي معاها، بس الياس بيكون عكسها تماما وبيفضل منعزل وبيرفض الخروج من الاوضه بتاعته طوال الوقت اللي فات. تشيسي وقتها بتكون مستغربه اصلا ومش عارفه تحدد ايه السبب في كده، ولكن في نفس الوقت بتيجي اخت الياس علشان تزورهم وبالمره تسلي تشيسي، وكمان يخرجوا سوا ويستمتعوا بالحياه وبتتاكد منها وقتها ان هي بخير. وكمان الختم اللي هي ادته لها بيقلل السحر عليها، ولكن روس وقتها بيعرف البنت ان تشيسي تعبانه جدا ودايما بتكون نايمه. ساعتها البنت بتتكلم وبتقول لها ان هي لازم تعرفها الحقيقه علشان تقدر ان هي تساعدها، وساعتها بتطلب منها ان هي تدرس وتعتمد على نفسها في الحياه وبلاش تعيش اللي باقي من عمرها معتمده على الياس. وقتها بس بتغضب منها تشيسي، ولكنها بترجع تعتذر لها مره تانية وبتصرحها ان كلامها كله صح بالفعل، وده يعتبر الحق اللي هي لازم تعيشها ومش بتكذب عليها. وبعدها بتودعها البنت وبتمشي. بتبدا تشيسي في هذه اللحظه تفكر في الكلام اللي هي قالته لها، وبتشجع نفسها ان هي ما تبقاش جبانه ابدا، ومش عايزه كمان تكون انانيه ولازم تعتمد على نفسها علشان هي حرفيا تعبت الياس معاها. ده حتى روز بيعرفها ان هو شاف ذكرياتها وبيشاركها مشاعرها، ولكن لازم تتخطى الماضي تماما. وبترجع بعد كده للبيت وبتقرر ان هي لازم تروح تشوف الياس علشان تطمن عليه، ولكن اول لما بتدخل الاوضه بتاعته بيتقفل الباب بسرعه وبتلاقي الياس على شكل وحشه. بيكون شكله وحش جدا ومرعب، ولكن بالرغم من كده هي متعوده على الكلام ده وما بتخافش ابدا منه، وبتفضل معاه طوال الليل علشان تطمن عليه. وبتصحى تاني يوم مفزوعه من الكابوس اللي هي بتشوفه. بتتفاجئ ان الياس مش موجود جنبها، وبتفضل ان هي تدور عليه في البيت كله، ولكن للاسف مش بتلاقيه ابدا. بتخرج بعد كده مع روس علشان تدور عليه في كل مكان، ولكنه للاسف ما بيكونش موجود في اي مكان في المدينه حتى في الكنيسه. روس وقتها بيكون مستغرب من تصرفاتها وخوفها عليه، وبيعرفها ان هي بتحبه وما تنكرش المشاعر اتجاهه ابدا. بس ولكن واثناء ما كانوا في الطريق بيقابلوا شيء غريب، راجل بيكون عنده بستان جميل، وبيبدا وقتها ان هو يرحب بيهم، ولكن اللي لفت نظرهم ان الراجل بيكون واقف على كتفه جنيه وما بيكونش حاسس بيها ابدا. روس وقتها بيعرفها عليه وبيقول لها ان هي اسمها ليان، جنيه مصاصه الدماء، وان هي بتمنح الراجل موهبه بيحبها مقابل ان هي تتغذى على دمه. وقتها الجنيه بتبدا ان هي تبص لتشيسي وبتعرف حقيقتها هي وروس كمان. وقتها روس بيكون مضطر ان هو يسيب تشيسي معاهم علشان يروح يدور على الياس بنفسه، وبيعرف الجنيه ان هي لو اذتها هيقطعها حتت صغيره. وفعلا تشيسي بعد كده بتقرر ان هي تدخل لبيت العجوز علشان ترتاح شويه من الطريق اللي هي مشيته. بس المفاجاه اول لما بتدخل هناك بتلاقي كلاب كتيره في المكان، والعجوز بيخليها تقرا قصه حب علشان تستمتع بوقتها. وبعد شويه تشيسي بتبص للجنيه وبتسالها يا ترى انت موجوده هنا ليه ما دام انت مش بتمص دمه ولا بتستفادي منه. وقتها الجنيه ليان بتبدا تحكي لها ان هم شافوا بعض وسط الورود بالصدفه، ومن ساعه ما شافته هي مرتبطه بيه بدون اي سبب تماما. وبالرغم ان هو راجل عجوز ومش من نفس نوعها المفضل وما بتستفادش منه باي حاجه، ولكنها مش قادره تنفصل عنه ابدا. ولما بتيجي تمشي وقتها بيعرفها جويل ان هو اختار القصه دي بالذات لانها تخصها زمان، لان زمان حلم ان هو بيشوف جنيه بين الورد، ومن وقتها وهو مغرم بيها تماما. في نفس الوقت تشيسي بتسمع روس من بعيد وهو بيتكلم معاه وبيقول لها ان هو اخيرا لا الياس لقى موجود في الغابه ومش عارف هو بيعمل ايه هنا. ووقتها بتجري تشيسي علشان تقابله، ولكنها بتلاقيه نايم في البحيره. بتكون مخضوضه جدا وقتها عليه ومش بتفهم هو بيعمل كده ليه، وبتجري علشان تطمن عليه، ولكنه وقتها بيكون مش مرحب بيها ابدا، وبيعرفها ان وجودها هنا خطر عليها، وان هو ساب رساله قبل ما يمشي ويجي للمكان ده. بس تشيسي وقتها بتكون غضبانه جدا وبتقول انا عارفه انت جريت وجيت لحد هنا ليه، انت بتهرب علشان ما تعرفنيش شيء عنك ولا عن طبيعتك. ولكنه بيفهمها انه مش مستعد دلوقتي يتكلم ابدا، والافضل ان هي تستنى لحد ما يبقى جاهز. بس وفجاه واثناء ما كانوا بيتكلموا بتقع جنيه على الياس وبتكون جايه على ظهر تنين، وبتعرفهم وقتها ان هي جايه برساله مهمه من ليندر، وان هم لازم دلوقتي حالا يروحوا على ارض التنين لامر مهم قوي. ولما بيسالوه يا ترى هو عايزنا في ايه، بتعرف الجنيه الياس ان هو مش محتاجه بالتحديد، هو محتاج تشيسي بس الوحيده علشان يصنع لها عصايه سحريه. وبتفهم تشيسي وقتها ان ليندر يبقى معلم الياس، وبتوافق ان هي تروح معاها. في نفس الوقت بتكون خايفه جدا ومرعوبه وهي رايحه، بس روس بيعرفها وبيفكرها ان هو موجود معاها وما تقلقش ابدا. بعدها لما بتشوف التنين اللي هي جاي عليه الجنيه بتعرف ان هو واحد من الصغيرين اللي قابلتهم قبل كده وكانت بتلعب معاه، بس هو كبر بسرعه. وبتبقى مبسوطه ان هي هتقدر دلوقتي تركب على ظهره، وبتكون فرحانه كمان. ووقتها بيركبوا بالفعل على ظهره، وبتصنع الجنيه سحر علشان يخفيهم عن عيون الناس وهم طايرين. ووقتها بيكون واضح جدا تعلق الياس وتشيسي ببعض لما افترقوا تماما. وبسرعه يا صديقي بيوصلوا عند السيد ليندر، واول لما بيشوفها بيبدا ان هو يرحب بيها، وبيكون مبسوط ان هو شافها، وبياخدها بعد كده عند الشجره بتاعت اويل العجوز وبيديها منشار، وبيطلب
منها بعد كده ان هي تقطع الغصن اللي تحس ان هو مناسب ليها. البنت كل شويه بتكون بتفشل وبتعمل على غصن الشجره، ولكن روز بيكون معاها وبيفضل ان هو يحميها، بس في نفس الوقت بيكون زهق من اللي هو بيعمله لان كل شويه يحصل كده، ولكنها بتوعده ان هي هتحول للمره الاخيره وخلاص. وفي نفس الوقت ده على الجانب الاخر يا صديقي بيكون في شخص ضعيف من الكليه الملكيه بيكون بيزور بطلنا الياس، بيكون عايز يعرفه مصير مستقبل البنت البشريه اللي عنده وان هي لازم تتعلم. وبنرجع تاني عند تشيس اللي بتكون قاعده مع ليندر وبيقدم لها العشاء وبيكون لطيف جدا معاها، وكمان بيقدر ان هو يعالج الجروح بتاعتها اللي حصلت لها وهي بتقطع الاغصان بتاعه الشجره، وبيعرفها وقتها ان الصحراء زمان كانوا كتير ولكن بطلوا ان هم يزيدوا في اخر 100 سنه. وقتها البنت تشيسي بتكون مستغربه بتساله يا ترى عمر الساحر بيكون قد ايه. ليندر وقتها بيغضب جدا وبيقول لها ازاي الياس الحقير ده ما عرفكيش حاجه عن الصحراء، وبيعرفها وقتها ان ما تقبلش بالاستمرار في الحياه معاه لو فضل مخليها جاهله كده ومش بيعرفها اي شيء. ولكن تشيسي في هذه اللحظه بتبدا تسترجع الماضي وتعرف ان امها ندمت ان هي خلفتها واخوها وابوها هربوا منها كمان، وما كانش في اي حد بيطيقها ولا قابل ان هو يكون معاها، ولكن الياس قابلها وخلاها جنبه دايما، وعلشان كده ما بيكونش مهتميه انها تساله باي شيء ولا عايزه تعرف اي حاجه غير انها تكون موجوده معاه وخلاص. بيقرر بعد كده ليندر ان هو يحكي لتشيسي حكايه قبل النوم وبيجاوبها بالمره على الاسئله اللي هي محتاجه تعرفها كلها، وبيبدا يحكي لها ان من زمان قوي السحرة كانوا عارفين ان هم مختلفين تماما عن البشر بسبب قدراتهم، وده يعتبر كان شيء الناس كلها متفقه عليه، ولكن بالرغم من كده كان في ناس كتير جدا من وسطنا عايزه تفهم احنا ليه مختلفين عن البشر، ويا ترى في مهمه لازم ان احنا ننجزها علشان نبقى طبيعيين زيهم. السؤال ده يعتبر هلك عدد كبير مننا، هلكهم تماما واثناء ما كانوا بيدوروا على اي اجابه ليه، وانا كمان يعتبر واحد من الرحاله دول اللي كانوا بيدوروا على الاجابه. وفي ليله هادئه من الليالي كان المكان كله مليان ذئاب وما كانش عندي اي حل تاني غير ان افضل صاحي، ووقتها الذئاب ما جاتليش بالفعل ولا حد منهم قرب مني، ولكن ظهر لي مخلوق ضخم غريب كنت حاسس ان انا هقابله في يوم من الايام، بس ولكن فجاه وقع قدامي مره واحده واخدته واعتنيت بيه. ولما سالته وقتها عن نفسه يا ترى هو مين وجه منين ما كانش عارف اي شيء حرفيا، وان هو صحي لقى نفسه في الغابه وعلشان شكله غريب تجنب الناس وفضل يمشي لغايه ما وصل عندي، ووقتها ما كنتش عارف هو نوع ايه بالظبط، واخدت للمعلمه بتاعتي علشان تعرفني طبيعته. استخدمت وقتها السحر بتاعي علشان اعرف مكان المعلمه دي وتكون مرشده للمخلوق ده، ومشينا وقتها وسط الضباب لغايه ما وصلنا للبيت بتاع المعلمه الساحره، وساعتها استغربت من الزياره بتاعتي، ولكن الاغرب والاغرب لما شافت المخلوق اللي معايا حكت لها وقتها الحكايه بتاعته وعرفتها ان انا مش عارف عنه اي شيء، ولكن اللي انا اعرفه ان هو محتاج مساعده دلوقتي، فطلبت منه وقتها ان هو يصغر حجمه لحجم البشر علشان يقدروا يدخلوه للمكان اصلا، ولكنها ما قدرتش ان هي تعرف وفكرت ان هو هجين بين الروح والجن، ولكن جزء منه بشري، وكانه كان بشري وتحول بالسحر الاسود لهجين بين المخلوقات الغريبه. والمخلوق ده يعتبر ما كانش فاكر اي حاجه ولا عنده اي ذكرى غير اللون الاحمر وبس. امرتني وقتها المعلمه بتاعتي ان انا اعتني بيه واخده كتلميذ ليا، وبالرغم ان انا ما كنتش موافق وغضبت جدا من القرار بتاعها، ولكن ما كانش عندي حل غير ان انا اطيع المعلمه بتاعتي، وعرفتها وقتها ان انا خايف ممكن يكون لعنه ولا حاجه وتصيبني، بس المعلمه عرفتني ان اللعنه والبركه شيء واحد، بس هو الفرق بينهم الاستخدام بتاعنا ليها. وقابلت بالفعل المخلوق الغريب دوت كتلميذ ليا رغم ان هو عنيد وصعب السيطره عليه، ولكن دايما المعلمه بتاعتي كانت بتشجعني وقالت لي ان انا لازم اقاوم مساوئ العالم كله، ومنحتني ساعتها القلاده بتاعتها كهديه، وانا سميت المخلوق ده من وقتها الياس. وبقى الياس من وقتها التلميذ بتاع ليندر، وانتقلوا سوا في اماكن كتيره في العالم. وفي يوم من الايام كانوا جعانين جدا ولقوا قصادهم قريه، فخبط ليندر على البيت وعرفهم ان هو طبيب سحر ولو محتاج اي حد ان هو يتعالج هنا ومستعد يعمل كده، ويعالجه مقابل بس شويه اكل صغيرين. وفعلا لقوا طفل كان تعبان ودخل ليندر علشان يعالجه، وكان الياس مستخبي في ظله. البيت وقتها كان في بنوته تانية صغيره، ولما شافت ظل الياس صرخت وقالت لهم ان هو وحش ومستخبي، وجري ليندر وقتها بسرعه من البيت، وكل اهل القريه فضلوا ان هم يجروا وراه علشان يقتلوه لانهم كانوا فاكرين ان هو شيطان زي ما البنت قالت لهم، واتصاب وقتها ليندر في راسه. وساعتها خرج الياس من الظل وتحول لعملاق متوحش وهجم على اهل القريه كلهم بشوكه، وكان هيفترس وقتها واحد منهم، ولكن ليندر منعه واستخدم سحره علشان ينتقلوا للغابه بعيد عن اهل القريه. وفجاه بعد ما انتقلوا لقوا نفسهم في منطقه اسمها ملوك الغابه، وساعتها كان لازم يخرجوا من هناك في اسرع وقت ممكن، فاستخدم الياس التعويذه المرشده للطريق اللي اتعلمها
منها من ليندر. وبالفعل خرجوا من المكان هما الاتنين. ولاحظ وقتها ليندر ان الياس بيتعلم بسرعه جدا وبيستجيب، ولكن روحه مش بتحس بالمخلوقات. وفي الليل يا ساده الياس اكد لليندر ان هو فاكر ان هو اكل بشر قبل كده. ليندر وقتها اخد الموضوع بهدوء وقال له خد بالك في كائنات كتيره جدا بتفترس البشر في العالم، وان هو ما يقولش لاي حد تاني على الموضوع ده. بس ولكن تشيسي وقتها اتخضت جدا وعرفت ليندر ان هي ياما شافت مخلوقات مفترسه للبشر، وهي كانت صغيره وقتها كانت بتخاف منهم وبتهرب، ولكن عمرها ما خافت من الياس ابدا. وقتها ليندر بيقول لها ان هو اول لما عرف الموضوع بتاعهم ده خاف من الياس لانه اكل لحوم بشريه كتير، بس ولكن اظهر له عدم الاهتمام وان هو متقبله علشان يقلل عداوته للبشر بشكل عام. وبعد ما بيخلصوا كلامهم ليندر بيقرر انه يسيبها علشان ترتاح، ولكنها ما كانتش قادره توقف تفكير في ماضي الياس وحقيقته اللي الكل مش عارفها وهي الوحيده بس اللي عارفاها. وفي نهار اليوم اللي بعده بتجري التنانين الصغيره على تشيسي علشان فرحانه بوجودها في الاوضه بتاعتها، ولكن بيوقعوها في الميه. وبتشوف ساعتها تشيسي اول لما بتقع في الميه كائن مذهل عمرها في حياتها ما شافته ابدا. واول لما بتطلع وبتحاول ان هي تحكي لليندر على اللي شافته بيقطعها وبيروح يقص جزء من شعرها، وبيعرفها ان الشعر الاحمر ده هو مصدر القوه للسحر، ونادرا جدا لما بيكون موجود اصلا عند حد. وبيطلب منها ان هي تختار واحده من الاغصان اللي موجوده، وبيعرفها ساعتها القيمه السحريه لكل فرع منهم. وكمان بعدها بيطلب منها ان هي تنحت العصايه بتاعتها بنفسها وتقول للعصايه كل الاسرار اللي محدش يعرفها عنها، وبيسيبها لوحدها بالفعل. بس ولكن تشيسي وقتها بتفكر ان هي ما عندهاش اي اسرار ولا امنيات حتى، وبتفضل ساكته وقتها. وفي الليل يا صديقي بيدخل عليها ليندر وبيقول لها ان هي توقف شغل دلوقتي وتيجي تكمل بعدين علشان تيجي تتفرج على الاقزام، وبيعرفها ان ارض التنانين جنبهم اقزام وبيعشقوهم علشان كده بيجوا بالليل يرقصوا هنا، وبيفضلوا كمان يغنوا تعويذات سحريه بتخلي الارض تزهر وبتلمع الاشياء اللي حوالينا كلها. وبتشوف تشيسي وقتها احلى شيء في الكون لما بيغني ليندر تعويذته السحريه وبيخليها ترقص وسط الجنيات والمخلوقات السحريه لغايه ما تعبت، وبتروح للبحيره وبتتمنى لو الياس يكون موجود معاها هنا علشان يستمتع بجمال السحر اللي موجود والحاجات الحلوه اللي هي شافتها. ووقتها بالفعل على طول بيظهر الياس قدامها في الميه وبيعرفها ان هو شايفها في المرايه المائيه، وان السحر بتاع ليندر من الغناء غطى الارض كلها وكل الكائنات سمعته علشان كده هو سمعه من عنده. وبتحس وقتها تشيسي ان الياس مخبي عنها شيء وبتساله وهي قلقانه جدا وخايفه. بيقول لها وقتها انا مفيش اي حاجه وبيطمنها انا بس مفتقدك جدا علشان كده انا متوتر. ساعتها بقى بتبعت له من الازهار اللي حواليها وبتعرفه ان هي كمان مفتقداه وهترجع لما تخلص على طول نحت العصايه السحريه. وبس لحد هنا يا صديقي يكون خلص اول ملخص لنا على القناه الاسطوريه. فلو عجبتك الحكايه ما تنساش تشترك في القناه علشان تتابع معانا كل جديد. وبس علشان ما اطولش عليكم اكتر من كده اشوفكم على خير الفيديو اللي جاي.